تخنق جلسة المصادقة على قانون التقاعد الجديد، فأهمية القانون لم تشفع عند عدد من نواب الأفلان والرجل الثاني في الدولة أمام تصفية حسابات الماضي المنونة بأطياف السياسة. قبل 24 ساعة من هذه المشاجرة الحادة كان المشهد واحدا مع تغيير في الأشخاص. رئيس المجلس الشعبي الوطني يدخل في مشاجرة عنيفة تاريخية مع رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان محمد جميعي بسبب منحة برلمانية إلى الصين، لكن المتخاصمين سارعوا في دفن تلك المشادات. ما كان حتى صراع. نحن في المجلس الشعبي الوطني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني فتح الأبواب من أجل القضاء على هذه الصراعات وفتح الأبواب إلى كل إطارات الحزب. المشهد بقي ثابتا مع أحد أطراف النزاع العربي ولد خليفة، لكن الطرف الثاني كان النائب عن الحزب الذي يرتدي قبعته ولد خليفة الأفلان ناصر الأطرش، الذي اتهم عمار جيلاني زميله في الحزب ورئيس لجنة الشؤون القانونية باتهامات خطيرة. سي جلالي خلاص يا دكتور السد احداك خليه يسكت. ردة فعل ولد خليفة كانت من نفس مستوى اتهامات الأطرش ومصطلحات لا تليق بالمجلس. هذا لوحدك الغدوة مسك كمان ولادك هذا ذكاء خمس تاك واطي معك ماشي درس الياس ولا متواطي معاه ده ولا لكن الفوضى لهنا يعني ما تسمحش. تغيرت الأطراف والمشهد واحد. العهدة البرلمانية تتوجه نحو النهاية على وقع نزاعات متكررة بين نواب الأفلان ورئيس المجلس الشعبي الوطني المحسوب على ذات الحزب. فهل سيتدخل جمال ولد عباس بصفة استعجالية لتوقيف هذا المسار وإعادة الحزب للسكة التي وضعها له رئيس الحزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسب التأكيدات المتتالية للأمين العام للأفلان؟